المشهد تيفي، عينكم على المشهد بكل وضوح. أهلا بكم في الحصيلة الإخبارية للمشهد الوطني والدولي، وهذه أبرز العناوين. تنفيذا لتوجيهات وزارة الداخلية، السلطات البيضاء تقرر إغلاق الحمامات 3 أيام في الأسبوع. الحكومة تنهي صراع التعاقد وتضفي صفة موظف على جميع العاملين بقطاع التعليم. محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة. المنتخب المغربي يتصدر المجموعة السادسة بغياب الركراكي ويضرب موعدا مع جنوب إفريقيا في ثمن النهائي. إليكم التفاصيل. تنفيذا لتوجيهات وزارة الداخلية بشأن تدبير أزمة الماء، أصدر والي جهة الدار البيضاء السيد محمد مهيدية قرارا بإغلاق الحمامات والمحلات المخصصة لغسل السيارات أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع، مع منع استعمال الماء الصالح للشرب في هذه العملية. وشدد القرار أيضا على ضرورة منع سقي المساحات الخضراء أو غسل الشوارع والساحات والأزقة وباقي الفضاءات العمومية بالماء وغرس العشب الأخضر سواء من طرف الإدارات أو الخواص، وذلك في إطار ترشيد استهلاك الماء نظرا لتراجع منسوب المياه في السدود عقب توالي سنوات الجفاف. صادق مجلس الحكومة يوم الخميس خلال اجتماعه الأسبوعي على مشروعي قانونين أنهيا مسار صراع التعاقد في قطاع التعليم. ويندرج المشروع الأول مشروع قانون رقم 0324 القاضي بتغيير قانون 0700 المتعلق بإحداث الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، وذلك في إطار التدابير التشريعية المتخذة لتنزيل مخرجات اتفاق 10 و26 من دجنبر الماضي تحت إشراف رئيس الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية خلال الحوار الاجتماعي حول النظام الأساسي الجديد، ولا سيما المتعلقة منها بإضفاء صفة موظف على جميع موظفي القطاع بما فيهم الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون 0700، فيما يهدف مشروع قانون رقم 0424 إلى تغيير القانون رقم 0121 القاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية من أجل ملائمة عنوانه، وكذا أحكام مادته الفريدة مع أحكام القانون رقم 0700، ذلك بإحلاله تسمية موظفين محل تسمية الأطر النظامية. أعلنت المديرية العامة للضرائب أن أداء الدفعة المقدمة على الحساب برسم الضريبة على الدخل بالنسبة للمحامين سيتم بالطريقة الإلكترونية قبل انصرام الشهر الموالي للسنة المحاسبية، أي قبل فاتح فبراير القادم. وأفادت المديرية في بلاغ لها أن ذلك يأتي تطبيقا لأحكام المادة 173 من المدونة العامة للضرائب، كما تم إقرارها بموجب قانون المالية للسنة الماضية. وأضافت أن هذه الخدمات متاحة عبر الفضاء الإلكتروني لموقع المديرية العامة للضرائب. وفي المشهد الدولي، أمرت محكمة العدل الدولية يوم الجمعة إسرائيل باتخاذ كافة التدابير في حدود سلطتها لمنع الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني في غزة، مؤكدة أنها لن ترفض قضية الإبادة المرفوعة ضد إسرائيل. وقالت محكمة العدل فيما يتعلق بدعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا أن على إسرائيل ضمان عدم ارتكاب قواتها أعمال إبادة جماعية. وقالت محكمة العدل فيما يتعلق بالإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا أن على إسرائيل ضمان عدم ارتكاب قواتها لأعمال الإبادة الجماعية. وأمرت محكمة العدل إسرائيل كذلك بتقديم تقرير إلى المحكمة في غضون شهر واحد قائلة أن الحكم يفرض التزامات قانونية دولية على إسرائيل. وشددت أيضا على أن جميع الأطراف في قطاع غزة ملزمة باحترام القانون الدولي. ورياضيا، وضمن منافسات كأس إفريقيا، تصدر المنتخب المغربي المجموعة السادسة ب7 نقاط بعد فوزه يوم الأربعاء على نظيره زامبي بهدف دون رد ضمن الجولة الأخيرة ليتأهل إلى دور ثمن النهائي. وبهذا الفوز تهدي أسود الأطلس بطاقة عبور إلى المنتخب المضيف الكوت ديفوار. ويذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد أصدر عقوبة في حق الناخب الوطني وليد الركراكي والمتمثلة في توقيفه ل4 مباريات من بينهم مباراتان موقوفتي التنفيذ إثر مناوشاته مع قائد منتخب الكونغو الديمقراطية عقب المباراة التي جمعت بين المنتخبين. ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة جنوب إفريقيا يوم الثلاثاء القادم على الساعة 9 ليلا بملعب لوران بوكو بسان بيدرو، وذلك برسم دور الثمن النهائي.
وبهذا الخبر الرياضي نكون قد أنهينا حصيلة هذا الأسبوع، نلقاكم الأسبوع القادم بإذن الله.